هاقول لكم إن دي طريقتي في البيتي فور من سنين ومش باغيّرها، لكن اللي أوعدكم بيه إن دي الطريقة اللي عمركم ما هتغيّريها طول عمركم. هنحضّر البيتي فور باستخدام الكيس بأبسط طريقة تناسب أي حد أول مرّة يعمل بيتي فور. استخدمت كيلو من الزبدة، والزبدة لازم تكون بحرارة المطبخ، يعني يكون قوامها كريمي زي ما أنتم شايفينها كده. باخفق الزبدة سواء بإيديّا أو حتى بالعجان أو بالمضرب اليدوي أو الكهربي لغاية ما توصل للقوام ده، والقوام ده هو أساس نجاح البيتي فور والبسكوت. بعد كده باضيف عليها 400 جرام من السكر الباودر، وسواء كان السكر باودر جاهز او انتوا طحنينه في البيت مش هيفرق قوي، وبخفق السكر والزبده مع بعض لغايه ما يوصلوا للقوام ده ويكونوا هما الاتنين كانهم حاجه واحده. بعد كده بضيف عليهم 5 بيضات بالتدريج، يعني بضيف البيضه وابتدي ان انا اخفقها معاهم لغايه ما تختفي تماما. بعد كده بضيف باقي البيض بالتدريج لغايه ما كل واحده تختفي بضيف التانيه. وطالما ضفت البيض يبقى لازم بضيف الفانيليا، والمكون الاساسي والسحري اللي طول الوقت بستخدمه مع البسكوت والبيتي فور هو اسانس الحليب. حقيقي بيحسسني كاني مشترياه من محلات بالظبط، نفس الطعم والريحه بتاعت بيتي فور المحلات، وبيكون احلى كمان. ولما بوصل بميكس الزبده والسكر والبيض للقوام ده بيكون ده الوقت اللي انا هضيف فيه الدقيق. والدقيق هنا بنضيفه مره واحده، مش بنضيفه واحنا بننخله، يعني دفعه واحده بنضيفه. هضيف كيلو و250 جرام من الدقيق، بشيل منه معلقه كبيره كده مليانه قوي من الدقيق، وبستبدلها بمعلقه من الكاسترد. والدقيق اللي انا استخدمته النهارده كان دقيق مخصص للكحك والبسكوت، وكان سنبله الفرات، وده تقريبا الدقيق اللي انا استخدمته في كل انواع النواعم اللي انا حضرتها السنه دي. وخليكم حريصين قوي وانتوا بتختاروا الدقيق اللي انتوا هتستخدموه في الكحك والبيتي فور او اي نوع من النواعم، لانه فعلا ممكن يكون من اسباب فشل البيتي فور او البسكوت بتاعكم. ونرجع لعجينة البيتي فور بتاعنا. بعد ما بنضيف الدقيق احنا مش بنعجن، احنا بس مجرد ان احنا بندخل المكونات في بعض لغايه ما الدقيق بيتداخل مع باقي المكونات، وبعد كده بنوقف تماما. ولو بتعجنوا بالعجان بنشغله على سرعه ابطا من اللي انتوا شايفينها، لان انا هنا كنت مسرعه الفيديو. وابتدي بعد كده ان انا بس مجرد ان انا كل المكونات بتتداخل مع بعض بوقف تماما، وببتدي بعد كده ان انا احط جوه الكيس، لان احنا لو عجنا كتير العجينه هتعمل عرق، ومش هيكون بسهوله علينا اننا نفضيها من الكيس، ومش هيطلع احسن حاجه. وبمجرد ما عجينه البيتي فور كلها بتوصل للقوام ده وبتتداخل كلها ببعض، ببتدي ان انا احطها في كيس البيتي فور وبشتغل بيها فورا، مش بسيبها ترتاح ومش بدخلها التلاجة ولا اي حاجه، بحيث ان العجينه تكون سهله عليا جدا وانا مضغطها في كيس الحلواني، وابتدي بعد كده ان انا اشكلها بكل سهوله. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله بتتشكل بكل سهوله وبتتعمل بطريقه في منتهى البساطه. واذا وانتم بتشكلوا في بيتي فوره طلعت شكلها مش عاجبكم شيلوها بمنتهى السهوله، وابتدوا بعد كده ان انتم شكلوا مكانها تاني. انا قصدت ان انا ما اشيلش الجزء ده بحيث انكم تشوفوه. في الوقت ده كان الفرن بتاعي سخن على درجه حراره 180، بدخل فيه البيتي فور وبيقعد جوه الفرن تقريبا من 10 ل 12 دقيقه، وطبعا ده بيعتمد على حراره الفرن. والبيتي فور الشوكولاته اخدت معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني، وابتديت ان انا اضيف عليه معلقه وربع من الزيت، وقلبتهم مع بعض لغايه ما وصلوا للقوام ده وامتزج كل الكاكاو بالزيت. ببتدي بعد كده ان انا انزله على نص العجينه اللي انا كنت عاملاها، عملتها بنفس الطريقه اللي انا كنت عاملاها معاكم بالظبط، وبقلب العجينه مع الكاكاو لغايه ما كلها بتاخد لون موحد كده بالشكل ده. وابتدي بعد كده ان انا ارص جوه الصواني بتاعتي، وكل صينيه من بيتي فور الشوكولاته لازم يكون فيها واحده من بيتي فور الفانيليا، لانها هي اللي بقدر اختبر بيها اذا كان البيتي فور استوى او لا. ولغايه ما البيتي فور بياخد لون اشقر من تحت وبياخد لون ذهبي، طبعا هنا الصينيه دي كانت واخده لون شويه زياده، بنبتدي بعد كده ان انا نطلعه بره الفرن. طبعا البيتي فور بيقعد جوه الفرن من 10 ل 12 دقيقه، ودرجه التسويه بتقدروا ان انتوا تتحكموا فيها. لو انتوا حابين تاخد لون زياده او قل، دي طبعا حاجه تقدروا ان انتوا تتحكموا فيها. وشوفوا ما شاء الله مش بيفرش وبيفضل محتفظ بالرسمه والنقشه بتاعته كله. البيتي فور الفانيليا والشوكولاته كله محتفظ قد ايه بالنقشه والرسمه بتاعته. المقادير دي مظبوطه بالملي. البيتي فور هيطلع معاكم هش كده وطعمه في منتهى اللذاذه، بجد طعمه خطير. وطبعا البيتي فور مش بيتضاف عليه حليب ومش بيتضاف عليه بيكنج باودر ومش بيدخل جوه التلاجة. طبعا دي 3 نصايح مهمه جدا لازم تاخدوا بالكم منهم وانتوا بتحضروا البيتي فور. وللتزيين استخدمت نوعين من الشوكولاته، استخدمت شوكولاته دروبسي اللي هي كانت شوكولاته خام، واستخدمت بالشوكولاته البيضاء كانت شوكولاته سما. وطبعا البيتي فور شكله اساسا يفتح النفس يا جماعه من غير حاجه ومن غير تزيين. ابتدي بعد كده ان انا اسيح الشوكولاته على حمام مائي، وابتدي بعد كده اول ما الشوكولاته بتبتدي انها تسيح بضيف عليها يعني تقريبا معلقه صغيره من الزيت، ومعلقه الزيت بضيفها سواء كان للشوكولاته بالحليب او للشوكولاته البيضاء. وطبعا هنا انا الشوكولاته الخام اللي استخدمتها زي ما قلت لكم بالحليب، ما كانتش شوكولاته دارك. لغايه ما الشوكولاته بتاعتي بتسيح تماما ببتدي بعد كده ان انا اعمل التزيين بتاعي زي ما انا حابه، اما اني ان انا اغطس البتيفوره كلها في الشوكولاته بالشكل ده، وابتدي بعد كده ان انا اخبطها كده بالشوكه بحيث انها تنزل الشوكولاته الزياده عليها، ورشيت عليها رشه صغيره من المكسرات. والمكسرات اللي استخدمتها كانت لوز وعين جمل. او ببتدي بعد كده ان انا انزلها في الشوكولاته البيضاء. وطبعا زي ما قلت لكم جوده الشوكولاته وطعمها بيفرق جدا 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 في الطعم النهائي للبيتي فور. ولو حابين انكم تحشوا من جوه البيتي فور بالشوكولاته البيضاء او الشوكولاته بالحليب تقدروا تعملوا كده. وبالنسبه لي حشوه الشوكولاته مفضله جدا عن حشوه المربى. وبعد كده ابتديت ان انا احطها جوه العلب دي، وقد ايه يا جماعه كل اللي بيشوفها بيفتكر ان هو فعلا بيتي فور جاهز او من المحلات بره. الطعم والشكل وكل حاجه فيه خطيره. جربوا الريسبي دي بكل تفاصيلها، حقيقي يعني
اعتمدوها كل سنه، وانا متاكده انكم لما هتجربوها هتكتبوا لي عليها ان هي تحفه جدا. وخدوا بالكم قوي من كل النصايح اللي انا قلتها لكم في الفيديو، وما تحطوش العجينه جوه التلاجة، وما تضيفوش عليها بيكنج باودر. وزي ما بقول لكم ابني لما جرب ان هو يضيف عليها السبريد طلع طعمها مش حلوه خالص، والسبريد اللي هو كان ضاف عليها كانت من احلى الانواع يعني. لكن ما جربوش تضيفوا سبريد خالص، استخدموا نوعيه شوكولاته كويسه هتفرق معاكم قوي في الطعم. حتى لو نوعيه الزبده او المكونات اللي مستخدمينها في البيتي فور مش احسن حاجه، نوعيه الشوكولاته هتظبط معاكم البيتي فور قوي. ولو حابين انكم تحشوا بالمربى تقدروا تعملوا كده، لكن انا بحس ان المربى بتطري البيتي فور من جوه شويه، وانا مش بفضل ان انا اغطي كل كميه البيتي فور بتاعتي بالشوكولاته كلها مره واحده. بعمل الاول كميه، بعد كده لما بتخلص الكميه دي او لما بتقرب انها تخلص بعمل كميه تانية وبغطيها بالشوكولاته، بحيث ان هي كل البيتي فور يفضل ان هو محتفظ بالقرمشه بتاعته الخفيفه والطعم بتاعه يكون محتفظ بيه. وبتحسوا ان البيتي فور كله من اوله لاخر بيتي فور فريش، كانه لسه مخبوز وكانكم لسه حاطين عليه شوكولاته حالا. بالنسبه لطريقه الحفظ بفضل ان انا احتفظ بالبيتي فور او البسكوت او اي حاجه من نواعم العيد في علب بتكون بلاستيك محكمه كويس جدا، وبضيف بين كل البيتي فور طبقه من الكيس البلاستيك بحيث انها تحفظه كويس جدا. هنا ما كنتش لسه ضفت الاكياس البلاستيك بين الطبقات بتاعته، وكنت لسه مطلعاه من الفرن. طبعا تقدروا تعملوا كده، واتمنى فيديو البيتي فور يكون عجبكم، وقولوا لي حابين نعمل ايه تاني من نواعم العيد لسه ما حضرناهوش. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يتقبل كل طاعاتكم، ورمضان كريم، واتمنى عيدكم يكون عيد سعيد.